ازيكم؟ اتفقنا في الفيديو اللي فات ان احنا بعد ما نعمل الانتجريشن بتاع ال CRM هنعمله نفسه هو من غير ما نكتب كود، هنعمله على زوهو فلو. بس خلينا نأجل ده شوية ونعمل بقية الفلو اللي اتفقنا عليها، وهي ان احنا نحط البوكس كمان مع ال CRM ونبعت الانفويس للكاستمر بتاعنا. فقبل ما نعمل ده خلينا نعمل زي فيديو تمهيدي النهاردة. الفيديو ده هيكون ان احنا نعمل انتجريشن ما بين السي ار ام والبوكس عشان يبقى في سينكرونايزيشن ما بين الكونتاكتس بتاعتنا على التو ابليكيشنز. وبعد كده في الفيديو اللي بعده هنعمل بقى الفول سكريبت ان احنا نحط الانفويس ونبعت الانفويس ونسجل البيمنت وكل الحاجات دي. فالفيديو ده هيكون تمهيدي شوية، وهيكون فيه تريكات مهمة جدا لازم نعرفها. أه هقول لكم شوية عنها. هي ان احنا نحط الكونتاكت بتاعنا من على السي ار ام بعد ما اتحط على السي ار ام على البوكس. لان احنا لو جينا مثلا نعمل انفويس للكاستمر وهو لسه مش على البوكس مش هينفع، ما ينفعش تعمل انفويس لحد مش موجود على البوكس. فالطبيعي ان احنا لما نعمل الانتجريشن اللي هو بتاع زوهو ما بين الابليكيشنين دول، ان انت اول ما تحط كونتاكت على السي ار ام يتحط على البوكس، ده الطبيعي. بس امتى بيتحط كل ساعتين، يعني السينكرونايزيشن ده بيحصل كل ساعتين. فانت الكاستمر اشترى خلاص من على الستور وبياناته اتحطت على السي ار ام، هتستنى ساعتين عشان تبعت له الانفويس بتاعته؟ اكيد لا. لازم نبوش المعلومات دي من السي ار ام للبوكس حالا دلوقتي عشان نعمل الانفويس بتاعتنا. في اخطاء بتحصل في الحتة دي شفتها قبل كده، ان الشخص اللي بيعمل الانتجريشن بيعمل كرييشن تاني للكاستمر على البوكس. يعني هو كده كده عنده الداتا خلاص، الووكوميرس بعت لك الداتا بقت عندك وعملت بيها الكونتاكت ده على السي ار ام. بعد كده بتاخد نفس الداتا تعمل بيها كونتاكت على البوكس. طيب المشكلة فين؟ ان انت بقى عندك اتنين كونتاكتس مش انتجريتد مع بعض. يعني ده هو السيستم شايف ده شخص وده شخص مختلف مع ان هم عندهم نفس الايميل بس مختلفين. عشان تصلح الحتة دي لازم بقى، بس دي مش مكتوبة في الدوكيومنتيشن، لما انا عملت تيست في الجيسون بقى اللي بيرجع لي في الريسبونس لقيت فيه زي كود كده لازم تعمل ابديت تاني بعد ما تكريت اليوزر ده على البوكس وتحط الاي دي بتاعه في السي ار ام. طبعا لفة ملهاش اي لازمة، والتركاية بسيطة جدا وهتستعجبوا ان هي موجودة اصلا. وهنعملها ان هو نخلي ال CRM يحطها على البوكس لوحده عن طريق ال API برضو في السكريبت بتاعنا. فخلينا كده نشوف من غير ما نضيع وقت. انا عندي هنا ال CRM بتاعي، واول حاجة هعملها انا فاتح هنا بس الدوكيومنتيشن ده الانترنال، وده بتاع ال API. تمام، ده بتاع البوكس. ف وده الجيسون طبعا اللي احنا شفناه المرة اللي فاتت، الفورماتر الداتا اللي بتجيلنا من الووكوميرس. طيب خلينا في الاول نعمل الانتجريشن العادي جدا ما بين ال CRM والبوكس. وده بيحصل من ان احنا هنروح على السيتنجز في ال CRM. بعد كده هتنزل هنا على الماركت بليس تختار زوهو. بعد كده في الابليكيشنز دي بقى كلها بتاعت زوهو هننزل على زوهو فاينانس سويت. هعمل سيت اب. هنا هو بيعمل انتجريشن مع كل الابليكيشنز بتاعت البيمنتس اللي احنا شايفينها قدامنا. احنا اللي محتاجينه منها هو البوكس. هنعمل سيت اب. هنختار الاورجانيزيشن بتاعتنا في البوكس. يعني انت لو عندك كذا اورجانيزيشن في البوكس على نفس الاكونت اللي انت فاتحه هتلاقيهم ليستد هنا. فانت لو في اكتر من واحد اتأكد ان انت بتنتجريت مع البوكس الصح. هدوس نيكست. بعد كده بقى بيجيب لي الموديولز اللي انا عايز اعمل لها انتجريت. انا هنا عندي الانفويسز كودز الحاجات دي كلها موجودة. لو بصينا هنا بيقول لي الحاجات دي الموديولز دي موجودة في بوكس. لو انا هنا مثلا هانتجريت مع الاكسبنس ده زو اكسبنس ده زو سبسكريبشن وهكذا. فانا محتاج بس البوكس ومحتاج البرودكتس عشان لو انا هعمل برودكتس بعد كده تبقى موجودة على التو ابليكيشنز بس. وهعمل انتجريت هو هنا انا عشان كنت عامل له انتجريشن قبل كده فده موجود. بس في اول مرة هتحتاج ان انت تفتح السيتنجز، يا اما مش هيكون في سيتنجز هيكون في زرار مثلا مكتوب سيت اب. فهندوس هنا
كل اللي موجود هنا هو مابينج، ان انت بيجيب لك الفيلد موجودة في الزوهو فاينانس اللي هو البوكس مثلا او الابليكيشن اللي انت بتعمل له انتجريت، سواء بوكس اكسبنس او ايا كان. وهنا الفيلد بتاعتها في السي ار ام، وده على حسب انت هتعمل الانتجريشن تو واي ولا وان واي، يعني السي ار ام يحط على البوكس ولا البوكس يحط على السي ار ام، ولا الاتنين يبعتوا لبعض. تمام. فهنا بس هتلاقيه هو حاطط كده كده كل حاجة موجودة البيزكس. لو انت عامل كاستمايزيشن وحاطط فيلدز زيادة، ساعتها هتحتاج ان انت تفتح وتشوف الفيلد اللي انت عايز تحطها هنا، تحطها هنا، وهكذا. بعد ما تخلص هتنزل تحت خالص وسيف. انا هنا عشان عامل override دي خلينا نبص عليها سريعا اهو. هنا هو بيقول لي لما اعمل ابديت، مثلا لما حد يعمل ابديت على السي ار ام، يعمل ايه في نفس الكونتاكت ده على البوكس؟ هل يعمل له override ولا يعمل سكيب، ما يحطوش اصلا الابديتس دي، ما يحطهاش، ولا يكلون؟ وكلون دي الصراحة اوحش حاجة، ان انت هتلاقي عندك لكل اسم بقى 3 4 على حسب، كل ما تعمل ابديت في السي ار ام تلاقيه اتحط واحد تاني في البوكس، فمش بحبذ الحكاية دي خالص. فانا بحب اعملها override، يعني لو انا عملت ابديت في السي ار ام، خلي نفس الابديت يتحط على الكونتاكت اللي في البوكس، لو حصل في البوكس يتحط على السي ار ام، وهكذا. فهنرجع تاني نعمل السيف. اوكي. بس نفس الحكاية دي هتتعمل على البرودكتس او على اي موديول انت فاتحه من هنا. بعد كده هو بيقول لي السينكرونايزيشن، يعني لو انا رحت على البوكس، خلينا نفتح البوكس، هلاقيه فاضي، يعني مش هلاقي فيه كونتاكس، مش هلاقي فيه حاجة. ادي الكاستمرز، مفيش اي كاستمرز. خلينا نرجع السي ار ام اهو. خلينا احنا كده خلصنا ده خلاص. هو بيقول لي لسه هيتعمل له سينكرونايزيشن. زي ما اتفقنا السينكرونايزيشن هنا بيحصل كل ساعتين، واحنا ملناش اي صلاحية ان احنا نغير حاجة في الموضوع ده، هو كل ساعتين. آه بعد ما خلصنا تريجر بوينتس، يعني بعد ما خلصت دول، هنزل هنا هلاقي بيقولك انت عايز الديلز في السي ار ام يتعمل كودز او اي حاجة بناء على الديلز اللي بتحصل. انا مش عايز، فعملتها نون. الجزئية دي بتقولك لان انت الطبيعي في سي ار ام موجود عندك موديولز بتاعت الكودز والانفويسز والحاجات دي، انت دلوقتي بتنتجريت مع البوكس. عايز الموديولز دي ولا اشيلهم؟ انا بفضل ان انا اشيلهم. يعني خلينا نفتح تاب تانية بس اوريكم الموديولز دي عاملة ازاي اهو. هنفتح كونتاكتس، اي كونتاكت، دول اللي عملنا عليهم تيست الفيديو اللي فات. هنفتح مثلا اي كونتاكت، هتلاقي هنا على الشمال عندنا في كودز، سيلز اوردر، بيرشيز اوردرز. الحاجات دي مش كونكتد مع بوكس. الحاجات دي لو انت بتستخدم السي ار ام لوحده هتستخدمها هنا، فبدام احنا بنستخدم البوكس هنعمل لها هايد. اعمل سيف. تمام كده synchronized successfully. كده هو بيعمل لي بقى السينك دلوقتي لكله، هو كاتب sync in progress اهو. لو انا رجعت هنا الحاجات اللي انا شايفها دي، هنعمل ريفرش، هلاقيه ان هو قفلهم وعمل لي موديول لوحده بتاع الفاينانس، هتلاقي فيه كل حاجة. بص ما بقوش موجودين، ويبقى عندنا زوهو فاينانس في الاخر هنا. ده اللي هتلاقي موجود جواه بقى الانفويسز وكل حاجة بتتعمل في البوكس، estimates sales order وinvoices اهي. طيب خلينا نرجع، يعني نقفل التاب ده. هو كده بيعمل synchronization. هو هنا بيقول ايه has been enabled و completed. تمام خلاص السينك كمان خلص. فاحنا لو رجعنا على البوكس دلوقتي المفروض ان احنا نلاقي customers هنا. خلينا نعمل refresh. هو لسه تقريبا بيعمل سينك، فدول شوية من الكاستمرز اللي كانوا موجودين في الأول. طيب احنا نستناه يخلص السينكرونايزيشن بتاعه، وخلينا نتكلم في النقطة اللي بعدها.
النقطة اللي بعدها هي ان احنا دلوقتي لو فتحنا الفانكشن اللي عملناها في الفيديو اللي فات من السيتنجز، هروح على functions ونفتح الفانكشن بتاعتنا edit. طيب احنا دلوقتي عملنا ان انا بيجيلي الداتا من الووكوميرس وبحطها على السي ار ام. عايز بقى انا دلوقتي عملت انتجريت مع البوكس، عايز احطه على البوكس. الشخص اللي انا جالي ده هحطه على البوكس ازاي؟ لو رحنا بقى على الدوكيومنتيشن بتاع زوهو بوكس ونزلنا تحت خالص كده، هتلاقي هنا في حاجة اسمها زوهو سي ار ام انتجريشن. لو بصينا عليها هتلاقي في import customer using CRM account ID او الكونتاكت ID، على حسب بقى. وفي كمان vendors، بس الجزئية دي على حسب انت بتستخدم السيستم بتاعك ازاي. هل انت بتبيع B2B ولا B2C؟ لو انت بتبيع لكاستمرز فانت مش محتاج الاكونت اللي هو اكونت الشركة، الكونتاكت اللي هو الشخص. فطبيعي ان بيبقى في شركة فيها كذا شخص مثلا او شخص واحد حتى، فبيبقى ده الكونتاكت ودي اكونت الشركة اللي فيه كل البيانات بتاعت الشركة. فبما ان اللي عندك بي تو سي اللي هو كاستمر مش هيبقى فيه اكونت، فساعتها هنستخدم الامبورت using الكونتاكت اي دي. فلو احنا فتحنا دي كده اهو، هو مديني الكيرل ميثود، بس انا مش عايزها لان احنا هنستخدم الديلوج. ولازم استخدم دي زي ما هي كده علشان اعمل له بوش على البوكس. فخلينا ناخد الفانكشن دي او الجزئية دي كوبي ونحطها عندنا في الفانكشن بتاعتنا. بس قبل ما نعرف نستخدمها احنا محتاجين نجيب الكونتاكت اي دي. الكونتاكت اي دي بيرجع لي كريسبونس اول ما ده بيحصل هنا. طيب خليني كده مثلا ايه، عايزين نفتح تاب تانية للسي ار ام، ندوبليكت دي وهروح للكونتاكتس وعايز امسح بس الحاجات اللي انا عملتها عشان اقدر استخدم نفس الاسم تاني. اعمل اكشن وديليت كده، انا بديليت الكونتاكتس دي. طيب هرجع تاني على الفانكشن بتاعتي. ولو فاكرين كنا فاتحين البوست مان وفي الحاجات اللي بنتست بيها. الفيديو اللي فات كنا بنشوف الريسبونس بتاع الفانكشن في اللوج على السي ار ام، وده كان بياخد وقت وبيتأخر شوية. فخلينا المرة دي بقى نشوف الريسبونس على بوست مان برضو، فيبقى احنا ايه، ما عندناش اي تأخير في اي حاجة. الريسبونس بقى بيتشاف ازاي؟ عشان انا مرضتش اقولها في الفيديو اللي فات عشان ما يبقاش فيه لخبطة شوية. احنا عرفنا اللوج خلاص على السي ار ام، بس بما اننا بنستخدم البوست مان فيفضل نشوف بقى الريسبونس اللي كان بيجيلنا. اخر مرة عملنا ريكويست جالي الاوتبوت ده. الاوتبوت ده كان بيقول لي ان الكونتاكت اللي انت حطيته ده دوبليكيت داتا، وهنا حصل ايرور لان هو دوبليكيت وانا بعمل كرييت نيو مش بعمل edit. تمام. فخلينا كده نعمل يعني نحط الكونتاكت ده تاني. تعال نشوف بس الاسم اللي كان موجود نغيره. هو كان في البيلينج. تمام. خلي الفيرست نيم محمد روكي هنا. احنا كده كده مسحنا الكونتاكتس اللي احنا حطيناه، فهعمل send. انا في حاجة هنا اهو، بص مكتوب ده created والاي دي، بس في كذا اي دي هنا، فانا مش شايف انهي اي دي بالظبط اللي المفروض استخدمه. فهاخد ده كده واحطه برضو على الجيسون فورماتر عشان اعرف اقراه. يعني خلينا نرجع هنا، الجيسون فورماتر انا فاتحه اهو. نمسح ده ونحط اللي جالنا. طبعا في ايرور ليه؟ عشان في هنا باك سلاشز. فانا المشكله بتاعت الباك سلاشز دي لو عايزه اتجنبها في حل بسيط، ان احنا ممكن نفتح الفيجوال ستوديو كود
ونعمل اي فايل دوت جيسون ونحط فيه الحاجات دي ونريبليس، يعني هنشيل الباك سلاشز على طول. انا هنا كنت فاتح واحد بس احنا ممكن ايه، خلينا نعمل فايل، نيو فايل اهو، وهكتب remove مثلا دوت جيسون، اي اسم، اي اسم انت عايزه، وهتسيبه في اي مكان في الداونلودز عندي اهو create file. بس حط الداتا اللي انت واخدها كوبي، حطها paste. هعمل command F او control F اللي هو find، وهفتح السهم ده. انا عايز find ايه، الباك سلاش، الباك سلاش اهي، وهريبليس بايه، بولا حاجة. ده هيريبليس واحدة واحدة، ده هيريبليس كل حاجة مرة واحدة. فهعمل كده شالهم لي كلهم، ملهاش لازم نقعد نمسح واحدة واحدة. هاخده تاني كوبي احطه بقى هنا. هي دي حاجات تكنيكال شوية بس مفيدة للديفلوبرز. احنا دلوقتي هنا بقى عندنا الموديفايد، فطبعا انا مش محتاج الموديفايد باي لان ده موديفايد باي مي، يبقى ده الاي دي بتاعي انا، فممكن اقفلها. created time الاي دي created by، created by برضو by me. فيتفضل عندي هنا ايه، الاي دي. يبقى الاي دي ده هو بتاع الكونتاكت اللي اتعمل له كرييشن، اخره 5502 002. خلينا نبص عليه كده على السي ار ام اهو. لو عملنا ريفرش نتأكد ان هو نفس الاي دي ده، عشان ده الاي دي اللي هستخدمه بعد كده. لو فتحت الكونتاكت هلاقي هنا فوق ايه، 55002 ده اخره، فهو نفس الاي دي. فيبقى كده انا اقدر استعمل الاي دي ده وهو في البيز ليفل، يعني هكتب اي دي على طول. يبقى انا لما هرجع على الفانكشن بتاعتي هنا، انا مش محتاج الانفو دي خلاص، احنا عملنا ديباجنج بيها وشفناها. خلينا نشوف ازاي هنجيب الاي دي ده. احنا هنا متسجل، يعني الفاريبل ده متسجل فيه الريسبونس اللي بيرجع لي من الكرييشن. فانا هاخد نفس الفاريبل ده كده، هنكتب مثلا هنا crm contact id هيساوي ال crm record response ده دوت get، وهنجت ايه بقى، الاي دي. هي اسمها اي دي بس مفيش اي حاجه، اي دي هكتب اي دي بس كده. دي هتجيب لي الاي دي وبقى متسجل عندي في السي ار ام كونتاكت اي دي، واقدر استخدمه في الفانكشن اللي عملنا لها كوبي، اللي هي كانت في الدوكيومنتيشن هنا. خلينا ناخدها كوبي تاني ونحطها في الفانكشن بتاعتنا. دي الريتيرن دي لازم تبقى في اخر الفانكشن خالص، فخلينا نبعدها شوية. يبقى ده كده. خلينا نكومنت عشان نبقى فاهمين الكود بتاعنا، ولو حد اشتغل بعدينا يعرف يقراه. هنقول مثلا ان دي variables from commerce، وبعدين هنا من اول فين، من اول هنا برضو احنا مش محتاجين الانفو ده. ننضف الكود بتاعنا شوية. هنكتب add contact to Zoho CRM. بعدين هنا هنعمل push contact to Zoho books. تمام. بعد كده احنا عايزين بقى نحط الكونتاكت ده في البوكس، فهنحط الكود اللي احنا لسه واخدينه من الدوكيومنتيشن دلوقتي، command V او control V. هنا عندنا شوية حاجات محتاجين نبص عليهم. اول حاجة عندنا الهيدرز داتا، والهيدرز هي كده كده لازم تكون موجودة بس مش لازم نحط فيها حاجة. انا عندي الاوثرايزيشن. الاوثرايزيشن لو انت بتبعت لحاجة بره زوهو هتكون محتاجه طبعا لازم، او من حاجة بره زوهو لزوهو انت محتاج الاوثرايزيشن. بس زوهو موفر لنا تول بسيطة وحلوة جدا، نقدر نستخدمها بكل سهولة، وملهاش لازمة نقعد نعمل في الاوث توكن ونعمل ريفرش للتوكن وموضوع طويل قوي. فانا مش محتاج هيدرز خالص، همسح الهيدرز دي. بس لازم اخلي الهيدرز داتا، يعني هي لازم تكون موجودة هنا. تمام.
بعد كده الانفوك يو ار ال، هنا عندنا اليو ار ال اللي هم حاطينه. لازم اخد بالي بقى من الحتة دي، الاورجانيزيشن اي دي. الاورجانيزيشن اي دي ده بتاع ال يعني الاورجانيزيشن بتاعك، انت محتاج تروح تجيب الاورجانيزيشن اي دي من البوكس. فلو رحنا على زوهو بوكس اهو، هلاقي هنا موجود عندي الاي دي اللي فوق ده الاورجانيزيشن اي دي بتاعنا. المفروض برضو بيكون موجود هنا اهو، بس يعني اسهل على طول انا باخده من اليو ار ال من هنا وخلاص. خلينا نقفل دي ونرجع للفانكشن. وبما ان ده حاجه ستاتيك وهو حاجه ثابته، فانا مش محتاج اعمله فاريبل وهحطه على طول في اليو ار ال بتاعي. طيب آه محتاج ايه تاني؟ التايب بتاعه بوست هسيبه زي ما هو، الهيدرز بتاعتي خلاص هسيبها زي ما هي. وعشان انا مش عامل حاجة في الهيدرز، فهحتاج بقى اعمل الكونكشن. تعالوا نعمل الكونكشن ده عشان نقدر نربط ال API بتاعنا لما يكلم البوكس يقدر يدخل، لازم يعمل authorization. فدي هنعملها ازاي؟ هندخل على CRM تاني في السيتنجز، لان الفانكشن دي على CRM، فانا محتاجة authorize CRM ان هو يأكسس البوكس. فلما هدخل على السيتنجز هنا، هنيجي على في الديفلوبرز هاب على كونكشنز. من الكونكشنز هنا بقى انا محتاج اشوف انا عايز اعمل ايه، عايز ادخل على البوكس واخد صلاحيات عاملة ازاي. هعمل create connection وهختار في اختيارين ممكن نختارهم. يا اما هتختار الزوهو اوث اللي هي دي، ودي تديك authorization على اي application انت عايزه، يعني هتلاقي جواها كل الابليكيشنز. يا اما تختار بوكس، يعني مثلا في السيرش دي هختار زوهو بوكس، لان هي هتلاقي هنا كل الابليكيشنز، في زوهو بيبول، ميل، درايف، بوكس موجود. بس لو كتبنا في السيرش مثلا اهو بوكس، ادي زوهو بوكس، فده اكسس على زوهو بوكس. بس لو انت عايز الكونكشن بتاعتك تبقى على كذا ابلكيشن، فساعتها هنختار الزوهو اوث، ومن جواها هنختار الابلكيشنز اللي احنا عايزينها. فخلينا انا هختار بوكس دلوقتي لان انا مش محتاج حاجة تانية، وهكتب الاسم بتاعها بوكس كونكشن. ما يفضلش ان يبقى فيها سبيسز ولا حاجة، عشان ايه؟ يعني انا بفضل اخلي الاتنين زي بعض، الكونكشن نيم والكونكشن لينك نيم زي بعض، عشان ما تتلخبطش بعد كده وتكتب ده مكان ده فيديك ايرور في الفانكشن. لا، خليهم الاتنين زي بعض. طيب محتاجين ايه السكوبس اللي احنا محتاجينها علشان نعمل البوش بتاع الداتا دي من السي ار ام للبوكس؟ مش محتاجة تفكير، انت ممكن تخش على الدوكيومنتيشن شوف انت محتاج ايه. او لو انت عايز فول اكسس على البوكس تمام، بس انا مش بفضل ده كسكيورتي وايز، يعني انت تدي الفانكشن الصلاحيات بس اللي هي محتاجاها. فلو رجعنا هنا هنلاقي، خلينا ندور على السكوب اهو. السكوب اللي احنا محتاجينه هو زوهو بوكس كونتاكتس كرييت. خلينا نرجع هنا ندور عليها، زوهو بوكس، خلينا نقول كونتاكت. فخلينا نختار ال create ونعمل create and connect. وبما اني فاتح الاكونت فعادي بقدر اعمل ال authorization ده، بدوس بس accept وخلاص. خلاص كده activated. لو انت عايز تعمل عليها edit بتعمل ال edit ال connection ده بيديسكونكت لوحده بعد ال edit. فبتحتاج تدوس هنا الزرار ده بيتغير، بيتكتب connect، فتدوس عليه تاني وتعمل connect من الاول تاني. فخلاص احنا بقى دلوقتي عندنا الكونكشن اسمه بوكس كونكشن. هاخدها كوبي كده وهحطها هنا اهي، بس لازم تتحط تبقى string. تمام. الريسبونس ده برضو محتاجين نسميه عشان لو احتاجنا نجيب منه حاجة. يعني لو فاكرين ان احنا هنا سمينا الريسبونس بتاعنا اللي هي يعني جزئية دي، سمينا الريسبونس بتاعنا CRM record response عشان قدرنا نجيب منه بعد كده CRM contact ID. فانا مش عايز يبقى كله اسمه response بحيث ان انت تخسر الحتة دي
لما هتكتب هنا ريسبونس هت override الريسبونس اللي كانت فوق، فمش هتعرف تجيب داتا. لو انت نزلت تحت هنا وعايز داتا معينة من اللي كانت فوق خالص مش هتعرف تجيبها. فيستحسن يعني ان احنا نعمل رينيمينج ليهم. فهنعمل ريسبونس دلوقتي. هنا هنكتب مثلا contact او ماشي books contact response. وهنا لما هنعمل info هيبقى الانفو بنفس الاسم، لان مفيش حاجة اسمها response اهو. فانا دلوقتي همسح كل الداتا اللي على السي ار ام وعلى البوكس، فالاتنين هيبقوا كلين، مفيش اي حاجة خالص، عشان نبدأ تجربة على نضيف كده. فخلونا نسيف الفانكشن. هنا عندنا error بيقول expecting السيمي كولون 22 هنا. انا في مشكلة مش عارف ليه بيحبوا يحطوا الحاجة، يعني احنا لو رجعنا هنا كده بيحبوا يحطوها من غير السيمي كولون وهي بتدي ايرور. المفروض ان الفانكشن دي خلصت هحط سيمي كولون هنا وابدا من جديد. المفروض يعني دي تبقى updated في documentation، بس ما علينا هنحطها احنا اهو. نحط سيمي كولون هنا بس ونعمل سيف. تمام كده مفيش ايرورز. انا هعمل حاجة دلوقتي، انا عايز اجرب. احنا نسينا حاجة مهمة جدا، وهي ان احنا نحط الاي دي بتاع الكونتاكت هنا. طيب ثانية واحدة، تعالوا نشوفوا بيتحط فين بالظبط. المفروض لو جينا هنا كده هي مش متوضحة، بس المفروض الاي دي يكون بعد الكونتاكت هنا بالظبط. تمام، فخلينا نحط الاي دي بتاع الكونتاكت اللي احنا اصلا جبناه اهو، اللي هو ده CRM contact ID. copy، وهحطه في الجزئية دي. طبعا مش static، فهحطه variable زي ما هو. هعمل plus يعني خلينا نقفل دي هنا ونقفل دي هنا. ده الفاريبل بتاعنا. بس يبقى احنا كده حطينا الكونتاكت اي دي. ايا كان الكونتاكت اي دي اللي هيجي هنا من الفانكشن هيتحط هنا عشان يتحط في الاورجانيزيشن دي. فخلينا بس الاول نكومنت الكود ده كده عشان نجرب، وخلي الريتيرن هنا بتريتيرن ولا حاجة. كده كده عندنا الانفو بتطلع. طيب هنجرب، هنعمل يعني هنحط كونتاكت على السي ار ام ونشوف هيروح على البوكس ولا لا، لان زي ما قلنا بياخد ساعتين. وعشان نتأكد ان هو بياخد ساعتين انا ممكن ادخل على البوكس هنا على السيتنجز، على الزوهو ابس. هنا الانتجريشن اللي احنا عاملينه احنا عملناه من السي ار ام وهو اتعمل هنا اوتوماتيك. ممكن تعمله من البوكس وبرضه هيتعمل على السي ار ام اوتوماتيك. فلو عملنا شو ديتيلز هنا هتلاقي بيقول فين اهي auto update occurs every 2 hours. يعني هو مش بيعمل قبل كده وما عندكش الاوبشن ان انت تغيره. فخلينا نعمل submit لكونتاكت ونشوف هيجي ولا لا، وبعد كده نأكتف الفانكشن بتاعتنا الجزئية دي انها سيف. طيب هي دلوقتي saved. يلا نعمل submit هنا send للداتا اهو. الاوتبوت ولا حاجة عشان احنا ما حطيناش اوتبوت. كنا المفروض نعمل انفو هنا او نحط ريتيرن هنا عشان نعرف ايه اللي جالنا، بس ما علينا. تعالوا نروح للسي ار ام نعمل ريفرش. كده عندنا الكونتاكت بتاعنا اهو اتحط على السي ار ام. لو رحنا بقى على البوكس نعمل ريفرش برضو مش هنلاقيه على البوكس لان هو لسه مش هيجي دلوقتي. طيب تعالوا نأكتف الجزئية اللي عملنا لها كومنت في الفانكشن بتاعتنا كده. وهنا في الانفو اهي بتاعتنا عشان تطلع لنا الريسبونس ايه اللي هيحصل. البوكس كونتاكت ريسبونس. هنسيف تاني وخلينا نمسح الكونتاكت اللي حطيناه على السي ار ام ده عشان بس ايه ما يشغلناش.
delete، وهنحطه هو تاني هو send كده. المفروض يتحط على البوكس، والمسج هي success، والكاستمر اي دي بتاعه على البوكس بقى هو ده. تعالوا كده نشوف على السي ار ام وعلى البوكس حصل ايه. ريفرش على السي ار ام، هنلاقي الكونتاكت بتاعنا اتحط تاني. هنروح على البوكس، ريفرش البوكس، هنلاقي بقى في الكاستمر بتاعنا والاي دي لو عايزين نتأكد من الاي دي اهو. ده الاي دي بتاعه اخره 26004. طيب لو رحت هنا الريسبونس جايلي بكام؟ 26004 اهو. فانا ممكن اخد الاي دي من الريسبونس ده واستخدمه بعد كده زي ما هنعمل في الفيديو اللي جاي، عشان نقدر نعمل انفويس ونعمل لها لينك بالكاستمر ده. لازم نستخدم الاي دي اللي طلع. فهنشوف بقى الجزئية دي في الفيديو اللي جاي. بس كده احنا تمام وحاجتنا كلها سينكرونايزد، الفانكشن شغالة تمام وكل حاجة. ففي الفيديو اللي جاي بقى هنعمل الانفويس وهنسجل البيمنت عليها وهنبعتها للكاستمر بالايميل تمبلت. لان غير الايميل تمبلت في ممكن ان احنا نكتب الايميل او نسند الانفويس عن طريق الاي بي اي برضو. يعني لو رحنا هنا على الدوكيومنتيشن وطلعنا على انفويسز، هنلاقي هنا ان احنا عندنا لو دورنا كده المفروض نلاقي send invoice email and invoice اهي. فانا لما هعمل ايميل الانفويس دي هلاقي ان انا هكتب الايميل. يعني بص كده الجزئية دي انا بكتب الايميل وبكتب التو هيبقى الايميل عامل ازاي، هكتب السبجكت، هكتب البودي، هكتب كل حاجة. طبيعي ان انت كبزنس لازم يكون عندك ايميل تمبلتس بتقدر تغيرها بانترفيس كويس. يعني من على زوهو بوكس كده اقدر اعمل التمبلت بتاعتي واختارها ان دي اللي هتتبعت. مش كل ما اجي اعمل ايديت هخش اعدل على الكود او هجيب ديفلوبر يعدل لي على الكود. هنعرف ازاي في الفيديو اللي جاي نبعت الانفويس عن طريق التمبلت اللي موجودة ومكتوب ان هي دي الديفولت تمبلت بتاعتي. بس كده، اتمنى يكون الفيديو كان مفيد، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.